السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم في خبر جديد من بيفوز. عمق نادي برشلونة جراح ريال مدريد في البطولة المحلية بفوزه بالكلاسيكو على أرضية ملعب سانتياغو برنابيو ب3 أهداف نظيفة. سجل ثلاثية برشلونة لويس سواريز في الدقيقة 54 وليونيل ميسي في الدقيقة 64 واليكس فيدال في الدقيقة 93. وبتلك النتيجة ارتفع رصيد برشلونة إلى 45 نقطة ليبتعد عن أقرب منافسيه أتلتيكو مدريد بفارق 9 نقاط، وعن ريال مدريد ب14 نقطة كاملة. وقد نجح فريق البراغون برشلونة في أن يحقق الفوز الكبير بعد تغلبه على الفريق الأبيض. وقد سخرت الصحف الإسبانية من هذه النتيجة، حيث علقت صحيفة ماركا الإسبانية على الخسارة الكبيرة التي مني بها فريق المدريدي ضد برشلونة في برنابيو، وأشارت إلى أن الفريق الأبيض سلم الدوري لبرشلونة بعد هذه الخسارة، والتي وسعت الفارق بينهما إلى 14 نقطة كاملة. من جهة أخرى، سخر محبو الصحفي المجلة سبورتي المهتمة بنادي برشلونة من نجم البرتغالي كريستيانو رونالدو بعد اختفائه في الكلاسيكو وعد تقديمه الأداء الأمثل. ونفس الشيء بالنسبة لجماهير ريال مدريد التي انقلبت على محبوبها المفضل كريستيانو رونالدو، حيث تعرض لنقد لاذع من جماهير الملكي على مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك بعد أن هدر فرصة افتتاح التسجيل خلال الشوط الأول من الكلاسيكو. وفي هذا الصدد كتب أحد مشجعي الريال على موقع تويتر: من المحبط مشاهدة رونالدو يحاول التسديد رغم أن هناك زملاء له في وضعية أفضل، هذه أنانية. وانتقد آخر: رونالدو أناني بشكل غريب، لاعبون آخرون في وضع أفضل ولكنه يختار التسديد بدلا من التمرير، كل هذه الخيارات أمامه ورغم ذلك يفضل التصرف منفردا.